مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ شو الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله دايما نصيبكم في الخير. نزيد المرحب بالمشتركين اللي نضافوا ليا، نقولكم اهلا وسهلا ومرحبا. نورتوني ونورتوا قناتي. اليوم جيتكم بوصفه تاع حلوى ديروها للقهوه، كامل نحبوها، وهي شراك العريان. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله. في المقادير هادو هما المقادير تاع شراك العريان، مقادير بسيطه. وش عندنا هنايا؟ انا هنا عندي كميه تاع فرينه مع كيس خماره، عندي صفار تاع حبه بيض، نص كاس تاع سكر كلاصي ولا سكر الرطب، عندي 125 غرام زبده، قريصه تاع الملح، ونص مغرف صغيره فانيليا، والمزهر باش نلمدو العجينه. هنا نجيبو ريسيبيون كيما راكم تشوفوا، ونحطو 125 غرام تاع الزبده. اليوم انا راح ندير كونتيتي صغيره ماشي كبيره، خاطر غير هاد الحلوى بزاف بابا يحبها، حبيت ندير له على جالو يحب هاد الحلوى الحلوى، يعني ما فيهاش عسولات بزاف ويحبها. هكذا نهبطو كامل هذيك الزبده في الريسيبيون، نزيد نضيف لها نص كاس تاع السكر الرطب. هكذا نهبطو كامل هذاك السكر، ونزيدو نديرو هنايا القرصه تاع الملح، ونص مغرف صغيره فانيليا. انا ما كترتش الفانيليا خاطر انا حندير مزهر. واش نزيدو لها صفار تاع حبه بيض. هكذا انا اليوم درت كميه قليله، اللي يحب المقادير كبيره ولا مقادير يضعف المقادير سما يدير الدوبل. هكذا هنايا دوك نخلط هذاك السكر مع الزبده مع لافاني، هكذا حتى يندمج هذاك السكر كلاصي مع الزبده. هكذا سما نخدمو الزبده مع السكر مليح مع هذاك الصفار تاع البيض، هكذا حتى تولي هذيك الزبده كريميه. شوفوا كيفاش ولات، يعني هنايا دخلت كامل هذاك السكر كلاصي مع الفانيليا مع الصفار تاع حبه بيض. هنايا خدمت السكر مع الزبده مليح. هكذا نهبط كامل هذوك الجوانب. انا كما قلت لكم اليوم درت كميه قليله، اللي يحب كميه كبيره يضاعف المقادير. هكذا نحي سباتيل وندير الكاس الاول تاع الفرينه. انا اليوم ندير لكم بالكاس. هكذا هذا هو الكاس الاول، ونزيد نعمر الكاس الثاني. هذا الكاس الثاني ندير نزيد ندخل هذيك الفرينه، ونزيد نحط هذاك الكيس تاع الخميره تاع الحلويات. هكذا نهبطو هذيك الخميره تاع الحلويات هكذا ونخلط. هنايا لازم ندخل هذيك الزبده مليح، يعني كي تخدموا بسباتيل احسن ما تخلطوا بيديكم. هكذا يعني نحاول ندخل هذاك الكاس تاع الفرينه مع الزبده. هنايا راكم تشوفوا بلي مازالها مخصوصه. هنا واش راح نديرو؟ نهبطوا هذوك الجوانب، ندخلوا هذيك الفرينه الاولى. هنا واش نديرو؟ نجيبو الكاس الثاني، هنا نحي سباتيل هكذا، ندير عليها شويه فرينه ونحي سباتيل. هنا راح نخدم بيديا. هنا ندخل يديا ونبدا نجمع. هنايا نجمعو مليح الفرينه مع الزبده، شغل نبسوها، ندخلو هذيك الفرينه، نحاولو نبسو العجين تاعنا. هاكم تشوفوا مازال ما كملتش الكاس، ندير بشويه هكذايا ونحطها. هاكم تشوفوا هنايا درت 2 كيسان، يعني هذه الكميه تاع 125 غرام زبده تدي لكم 2 كيسان تاع فرينه. هكذا نحاول نبسس هذيك الفرينه تاعنا مع الزبده، ندخل فيها هذوك المقادير باش يجينا الكاطو خفيف. هكذا هنا بسسناها. هنا نحاولوا نجمعوها بالمزهر. انا ما حاش ندير الماء، راح نجمعها بالمزهر بتجي النسبه تاع المزهر باينه فيها. هكذا هنايا درت نص كاس تاع مزهر، ونبدا نبل ونجمع. يعني نتوما عطولها حقها تاع المزهر باش ما تجيكمش بزاف. هكذا نحاول ندخل هذاك المزهر في العجين هكذا بلا ما نعجنو. هاكم تشوفوا راني ندخل في المزهر في العجين. هاكم تشوفوا هنايا بدات تنجمع معايا. نزيد هاي الكميه، يعني هنايا دات لي قل من النص.
يعني بقات كمية قليلة بما إنه الكمية ما عنديش كمية كبيرة. هنا انجمعت معايا، ها شوفوا هي راكم تشوفوها بلي طلقة روحها، بصح هذا هو القوام نتاعها. هنا نحاولوا نجمعوها باش نخلوها ترتاح. هكذا شوفوا هنايا كيفاش، دوك نوريلكم القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. شوفوا كيفاش انجمعت معايا وراهي طارية. هنا كملناها، شوفوا القوام نتاعها اللي نتحصلوا عليه. راكم تشوفوا هنا ما نزيدلهاش. راكم تشوفوا المادات لي ربع كاس تاع المزهر. هنا نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل 5 دقائق. نولوا للحشوة. واش عندنا؟ أنا عندي نص بول هذا تاع الكاوكاو، شوفوا كنت قليته ورحيته. عندي 3 مغارف تاع سكر العادي تاع القهوة، رشة تاع قرفة، رشة تاع فانيليا، وعلى راس المغرف زبدة باش تجينا الحشوة طرية. ونجمعو بطبيعة الحال بالمزهر. هنا واش نديرو؟ نحطو الكاوكاو هذاك اللي كنا قليناه ورحيناه. راكم تشوفوا كيفاش قليناه، يعني رقيق. واش نزيدو نديرلو 3 مغارف. هذه المغرف الاولى، الثانيه. راكم تشوفوا المغارف ما تعمروهمش بزاف باش الحشوه ما تجيكمش يابسه. وهذه المغرف الثالثه. هنا درنا السكر، نحاولوا نخلطوا هذاك الحشوه مع السكر. نديرلو رشه تاع فانيليا باش ما يجيش طاغي عليها القرفه، وندير لها رشه تاع القرفه. نعرفوا باللي في الحشوه القرفه تعطيها بنه مليحه، وما نكتروش القرفة باش ما يتبدلش اللون تاع الكاوكاو. هنايا خلطنا هذيك الحشوة. راكم تشوفوا كل حاجة درت منها حاجة قليلة. هنا نديرو على راس المغرب، هاكم تشوفوا الزبدة باش الحشوة تاعنا تجينا أطرية ماشي يابسة. هكذا نحاولوا نبسوا هذاك الكاوكاو تاعنا. انا هذا الوسمو شويه جاني صغير. هكذا نبسو مليح هذاك الكاوكاو تاعنا ونبداو نجمعوه بالمزهر. يعني هنايا وريت لكم العجينه ووريت لكم الحشوه. هكذا انا اليوم خدمتها لكم بالكاوكاو. اللي يحب يدير نوع واحد اخر من المكسرات له الاختيار، يعني لوز ولا جوز. هكذايا شوفوا كيفاش راهي بدات تنجمع معايا. حاولوا تعسلوا هذاك بالراحه تاع يديكم. هكذا حتى يبدا ينجمع معاكم. هنا نجمعت الحشوه، شوفوا كيفاش جات طريه هنايا ونجمعت معايا. هنايا واش ندير لها؟ نغطيها بالكيس بلاستيكي. هكذا نجمعها بالكيس بلاستيكي ونخليها جنب. هنا نجيبو الميزان باش نوزنو الحبيبات نتاوعنا. هكذا جبنا البلان تاعنا ونبداو نديرو كويرات كامل على مقاس واحد. هكذا شوفوا انا حندير كويرات بمقاس 28. هكذا نديرو كويرات باش تجينا الخدمه سهله. تسمى من بعداتيك نولو نخدمو برك. هكذا يا شوفوا هنا ندير رشه تاع فرينه باش ما تلصقليش في الطبسي. نكور ونحط باش كي نجي نخدم نلقى الحشوه واجده والعجينه مكوره وواجده، تسمى تخدمي برك. هكذا يعني النظام مليح في الخدمة تاع، خصوصا هذه الخدمة اللي تشد اليد. هكذا نكورو ونحطو. يعني هذا 28 غرام تجيكم مع حبات ما كبار ما صغار، يعني معدولين وشابين. هكذا شوفوا هنايا 28 حتى نكمل. هنا كملت الكمية تاعي. شوفوا انا واش خرجت لي 20 حبة. هنا نغطيها باش ما تنشفش ونخليها جانبا. نزيد نديرو نكورو الحشوة. انا هنايا الحشوة كورتها وخرجت، يعني جاتني 8 غرامات. شوفوا كامل درتهم بمقاس واحد. نتوما الحشوة على حسب ما تحبوا. هنا نولي نشبكل معكم الحبيبات. جبنا الفرينة الحلال وجبنا الحبيبات اللي كورتهم معاكم والحشوة. دوك نبدا نشكل معاكم حبيبات التشارك العريان. هاكا نشدو البسون ندير لها رشة تاع فرينة في طاولة العمل. هكذا شوفوا غير بيديكم قادرين تخدموها بلا ما تشد لكم يد، ما تشد لكم وقت. هكذا
نوزعوها مليح، ندير لها رشة إلا كانت خاطش راهي طرية معايا هكذا، ونسقموها بالسباتول ونوزعوها لازم باش تجي مورقة، يعني كي ناكلوها نشوفو هذاك التور لداخل. هنا نزيد نحكم حبيبة تاع أنا الحشوة درتها 8 هكذا، شوفوا ندير الحشوة بمقاس هذيك العجينة ونرفع بالكوبات هكا ونزير العجينة مع الحشوة ونلف هكذا ونضغط على الجوانب هكذا. يا شوفوا كيفاش نضغط عليها مليح ونلفها هكذا. نتوما هنايا تجيبوها كامل كيف كيف، ماشي جهة تكون خشينة على جهة هكذا. هنا عدلناها وعطيناها شكل الهلال، شوفوا كيفاش يخرج، يعني ما تخشنوهاش باش نعرفوا باللي فيها الخميرة. دوك نوريها لكم، شوفوا كيفاش خرج الشكل تاعها شباب وباهي. هنا نحطها في السنيوة، نزيد لكم يعني نزيد لكم واحدة تانية هكذايا باش تستوعبوا الشكل تاعها، يعني شكلها ساهل ما كاش ما يعرفلوش هكذا. ندير لها نفتحها هكذايا ونفتحها بيديا شويه هكذا، ونفتحها بالحلال هكذايا، ونسقمها بالكوبات باش ما تخرج ليش جهه شويه. لا شفتها تلصق ديروا الفرينه عادي ومن هكذا نفتحوها شويه باش يخرج لنا الفويطاج في هذيك الحبيبه تاع الشارك. هنا نزيد نسقب لها الجوانب من الفوق ومن التحت هكذا، ونضغطوا لها الاطراف باش ما يخرجوش خشان. هنا نزيد نشد العجينه، نعاود نشد الحشوه تاعي ونعطيها ندير لها قيس العجينه هكذايا ونرفع. يعني الخدمه راهي تشرح نفسها هكذايا، ونلف هكذا ونسقموا الاطراف ونغلقوا وين تلتقات العجينه باش ما تتفتح لكمش في النار هكذا. شوفوا كيفاش تجي سهله وماهله هكذا. رقوا شويه، لا شفتوها تلصق ديروا شويه فرينه ما تكترولهاش باش ما تيبسلكمش هكذا، ونعدلوها ونديروا لها شكل الهلال. يعني ما كاش اللي ما يعرفش التشارك. هنا راني خدمت لكم الثانيه، دوك نزيد نوريها لكم. نسقموها مليح، شوفوا كيفاش يخرج شكلها هكذا راكم تشوفوا. نحطها في السنيوه حتى نكمل. هنا كملت الكميه، شوفوا واش خرجت لي. هذه يعني خرجت لي 20 حبه، يعني فيها 100 خير وبركه. هنا دوك هنا بعد ما كملناها واش ندير لها؟ هنا نحطوها نجيبو الصفار تاع البيض، جبنا كاوكاو ايفيلي ونديروا لها للصفار تاع البيض القهوه باش يعطي لها لون شباب وينحي ليه هذيك الريحه تاع الصفار تاع البيض هكذايا. اللي ما يحبش يدير القهوه عادي يدير شويه فانيليا. هنا درنا نجيبو البانسو هكذا وندير لها نحكمو الحبه بلا ما نخسروا لها الشكل تاعها، وندير لها دهنه من الفوق. حاولوا تدهنوها مليح باش يلصق هذاك هكذايا. ونجيبو الكاوكاو ايفيلي ولا كاوكاو عادي ولا الكاوكاو مرحي بالقشره تاعو تاني كيعطي منظر شباب هكذايا. شوفوا كيفاش يخرج هكذا. هنايا نرميها على فمها ونرفدها بشويه، شوفوا كيفاش يخرج شكلها الشباب، ونحطوها ونسقموها في بلاصتها هكذايا. ونزيد لكم الحبيبه الثانيه، نعملوا ما كاش ما يعرفش يدهن حبيبه التشارك هكذا. ندهنوها دهنه خفيفه كامل ساير داير، يعني تخرج لكم قاطو ولا اروع. يعني تشارك العريان كامل انايا ولا غير درتو على جال بابا كان يحبه وقال لي عليه هكذا زيد نديرو هكذا. شوفوا كيفاش مليح ندخلو هذه في الجوانب هكا باش ترفد لي الكميه تاع الايفيلي، يعني كاوكاو ايفيلي. شوفوا وين تلقاو البلاصه ما فيهاش ديروا هكذا. شوفوا كيفاش يخرج شكلها ولا اروع هكذا. ونحطو في حتى نكملو الكميه. سقموها مليح هنايا هكذا حتى نكملو. شوفوا هنايا بعد ما درتهم كامل وسقمتهم هنايا ندخلهم في الفرن ويكون مسخنين ومسبقه. شوفوا هنايا حطيتهم في الفرن على حراره
ما تشعلوا لهمش أي gâteau يحب الحرارة المتوسطة، باش ما يتخسرش الشكل تاعهم، ينتفخ معاكم وما يتخسرش الشكل تاعهم. هاكم تشوفوا كيفاش زادوا وانتفخوا بلا ما راح لهم الشكل. هنا خرجناهم بعد ما طابوا داو لون ذهبي. دوك نوريلكم كيفاش طابوا من الفوق ومن الداخل. شوفوا دوك نفتح نجبد لكم حبة، شوفوا كيفاش خرج الشكل تاعها ولا أروع. شوفوا كيفاش طابت من الداخل وكيفاش جاو منفخين. هنايا واكم تشوفوا كيفاش خرج. شوفوا الحبة الثانية، يعني راني نوريلكم كامل طابوا على وجه واحد هكذا. واكم تشوفوا فيها هنا في طاولة التقديم، يعني يذوبوا ذوبا، يعني يذوبوا في اليد قبل الفم. هنا ما بقى لي نقولكم مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله. ما تنساوش الدعم والاشتراك، وكتروا لنا لي جيم باش يدي هذا الفيديو نصيبه من المشاهدة. إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.